لو زهقت من زحمة المواصلات والفواتير الكتير والسوشيال ميديا الناس بتاعت يقطعوا النت عن الكوكب، النهارده هاخدكم في فلوج جديد، بس مش فلوج في كافيه ولا تحدي اكل حار. فلوج النهارده هنسيب لهم الكوكب خالص ونطلع ندور على كوكب تاني ينفع نعيش فيه. ازاي ممكن نختار الكوكب؟ العلماء لما جم يدوروا على كوكب بصوا على حاجات مهمة من غيرها الكوكب مش هيكون صالح للحياة، يعني ما بصوش على سعر الماء المعدنية هناك ولا سرعة النت ولا سعة الباقة، لا الحوار أكبر من كده بكتير. أولا في حاجة مهمة جدا اسمها المسافة بين النجم. الأول لازم نفهم واحدة من أهم أدوار النجم بتاعنا، الشمس، اللي هو عبارة عن سخان لو قربت منه بتتحرق، في نفس الوقت لو بعدت عنه بتتلج وبتموت من البرد. المسافة مهمة لأنها بتأثر على حالة المية واللي لازم تكون في صورتها السائلة عشان تكون مناسبة للحياة. ثانيا نوع النجم لازم يكون مستقر، يعني مش بينفجر كل شويه، وده هيخلي المناخ مش مستقر والحياه هتختفي من قبل ما تبدا. ثالثا هنتكلم عن الغلاف الجوي، وهو الدرع اللي بيحمي الكوكب من الاشعه القاتله، وهو كمان اللي بيحافظ على درجه الحراره وبيساعد في ان الضغط الجوي يكون مناسب. الغلاف الجوي اللي من غيره الحراره هتبقى قاتله في النهار وتحت الصفر بالليل. وعندنا القمر مثلا مثال حي. الغلاف الجوي فيه الغازات المهمه اللي قايمه عليها الحياه اصلا، واللي اهمها الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والنيتروجين وغيرهم. الغلاف الجوي واحد من اهم مكونات الكوكب. الخلاصه عشان نختار كوكب هنشوف المسافه بين النجم، نوع النجم نفسه، وغلاف جوي بيحمي وبيدعم وجود الحياه. وطبعا في عوامل تانية مهمه جدا زي دوران الكوكب ومكوناته زي الجاذبيه والمناخ. طب هل في كوكب اصلا صالح للحياه؟ طب ما تيجي نشوف. كوكب بروكسيما بي، وده كوكب موجود معانا في مجره درب التبانه، والكوكب ده تابع لنظام اسمه بروكسيما سنتوري، والنظام ده هو نظام نجمي صغير مكون من نجم واحد. نجم بروكسيما سنتوري هو النجم الرئيسي، والكوكب ده يبعد عننا ب 4.2 سنة ضوئية. سنة ضوئية يعني ايه سنة ضوئية؟ ببساطة يعني المسافة اللي الضوء بيقطعها في سنة واحدة. بروكسيما بي بيبعد عن النجم بتاعه بمسافة مناسبة، يعني موجود في الهابيتابل زون اللي هي المسافة الصالحة للحياة اللي موجودة فيها المية بصورتها السائلة. بس المشكلة ان النجم ده ضعيف مقارنة بالشمس، فلازم الكوكب يكون قريب عشان ياخد الحرارة الكافية. بروكسيما سنتوري وده النجم اللي بيدور حواليه الكوكب، ونوع النجم ده هو قزم احمر. القزم الاحمر ده بيبقى صغير وبارد نسبيا من الشمس، بيعيش لفترات طويله، بس مع الاسف النوع ده من النجوم بيرسل انفجارات واشعاعات عاليه ممكن تاثر على الكواكب اللي حواليه. التاثير ده على الحياه كبير، بمعنى ان لو الكوكب ما فيهوش غلاف جوي الاشعاعات دي ممكن تقتل اي حياه او تمنعها من انها تتكون اصلا. العلماء ما اكتشفوش بشكل مؤكد اذا كان عنده غلاف جوي ولا لا، بس في دراسات بتقول لو كان في غلاف جوي من البدايه ممكن اشعاعات النجم تكون قضت عليه مع الوقت، بس لو الغلاف الجوي موجود ممكن يحمي الكوكب من الاشعاع ويساعد على ثبات درجه الحراره ويوفر غازات مفيدة للحياة. طب لو مش موجود الوضع هيختلف، يعني السطح هيبقى مكشوف للإشعاع والحرارة هتبقى متطرفة جدا والحياة هتكون شبه مستحيلة. حجم بروكسيما بي أكبر من الأرض بحوالي 17% وكتلته أكبر شوية، يعني الجاذبية عليه أقوى شوية بس تقدر تحس بيها. طب التأثير ده على كائنات إيه؟ كائنات الحية هتكون أقصر وأعرض عشان تتحمل الشدة العالية، والأجسام الطويلة مش هتكون عملية لأن الجاذبية القوية هتسحبها أكتر، يعني مفيش مكان لحد طويل هناك. الكائنات هتكون زي الضفادع والزواحف الأرضية القوية. طب الكوكب ده مكوناته ايه؟ كوكب صخري، يعني مش غازي زي المشتري او زحل. العلماء شايفين انه ممكن يكون فيه نواة حديديه زي الارض وسطح صلب. مفيش دليل اكيد على وجود الميه، بس احتمال وجودها موجود لو في غلاف جوي مناسب. المناخ على بروكسيما بي مش سهل بسبب القرب الشديد من النجم، وفي احتمال كبير ان الكوكب يكون بيدور دوران متزامن. يعني ايه دوران متزامن؟ يعني نفس الوجه دايما موجه للنجم، وده بيخلي نص الكوكب دايما نهار وسخن ونص الكوكب التاني ليل وبرد، وده معناه لو في حياه موجوده هتبقى في المنطقة الفاصلة بين النور والظلام، وده هو المكان اللي هيكون معتدل نسبيا وصالح للحياة. طب تأثير ده على الكائنات الحية هناك ايه؟ الكائنات هناك لازم تكون قادرة تتحمل التقلبات الشديدة في الحرارة، شكلهم مش هيكون زي البني ادمين خالص، تخيل ده. جلدهم ممكن يكون سميك وعاكس للإشعاع عشان يحميهم من الشمس والحرارة، وممكن يكون عندهم أغشية على عيونهم تحميهم من الضوء، ولو عايشين في المنطقة المظلمة ممكن يكون عندهم حواس تانية غير الرؤية زي استشعار الحرارة أو الذبذبات. أطرافهم هتكون سميكة وقصيرة لمقاومة الجاذبية.
كوكب كيبلر 442 ده بقى واحد من افضل الكواكب المرشحه واللي بتدعم وجود حياه خارج كوكب الارض. المجره كيبلر 442 واللي موجوده في مجره درب التبانه، يعني برضه نفس المجره اللي احنا فيها. النظام النجمي بيدور حول نجم اسمه كيبلر 442 وده نجم فردي مش تابع لاي مجموعه معروفه زي الفا سنتوري. الكوكب ده بيبعد عن الارض حوالي 1200 سنه ضوئيه، يعني مش الجار اللي جنبنا زي بروكسيما بي، ده تقريبا ساكن في محافظه تانية من المجره. كيبلر 442 بي بيدور حول النجم وعلى مسافه مثاليه، موجود في المنطقه الصالحه للحياه اللي قلنا عنها. درجه الحراره عليه بتسمح بوجود الميه في حاله سائله واللي هو الشرط الاساسي لوجود الحياه. نوع النجم، وهنا النجم اللي بيدور حوله هو كيبلر 442 وده نجم قزم برتقاني اهدى شويه من الشمس، كمان اكثر استقرارا من النجوم القزميه الحمراء. الجميل بقى في النجم ده انه ما بيعملش انفجارات اشعاعيه كتير، يعني البيئه حوالين الكوكب ده ممكن تكون امانا اكتر للحياه. هنا الغلاف الجوي، مفيش بيانات مؤكده 100% ان في غلاف جوي، بس العلماء بيعتقدوا انه في احتمال كبير انه يكون عنده غلاف جوي، وده بناء على حجمه وموقعه من النجم ونوع النجم نفسه. لو فعلا عنده غلاف جوي ممكن يوفر حمايه من الاشعاعات ويساعد في استقرار المناخ ويوفر بيئه مناسبه للتنفس. الجاذبيه على كيبلر بي 442 اكبر من الارض بحوالي 30% وكتلته اكبر تقريبا بحوالي 2.3 مره. الجاذبيه عليه اكبر من الارض بس مش لدرجه تمنع الحركه. يعني ايه؟ لو حد عايش هناك هيحس انه تقيل شويه او بيعمل مجهود اكبر في الحركه. الكائنات الحيه هناك غالبا هتكون قويه البنيه، رجليهم قصيره وسميكه، عضلاتهم اكتر عشان يتغلبوا على الجاذبيه العاليه. هنا الكوكب صخري مش غازي وده مهم جدا. العلماء بيعتقدوا انه عنده سطح صلب، ممكن يكون فيه جبال ومحيطات او حتى قارات. النواه غالبا حديديه زي الارض وده بيساعد في وجود مجال مغناطيسي بيحمي الكوكب. لو في غلاف جو فعلا ودرجه الحراره معتدله، المناخ ممكن يكون شبيه للارض بحد كبير. اختلاف بسيط في الحراره ممكن يخلي الجو هناك اهدى او ابرد شويه لكن مش تجمد شامل. الكوكب غالبا مش مربوط ومش بيبص لنفس الجهه طوال الوقت زي بروكسيما بي، وده اللي بيخلي المناخ اكثر توازنا. وتاثير ده على الكائنات الحيه هناك، تخيل ما شكل الحياه هناك على كوكب كيبلر بي هتبقى عامله ازاي. الكائنات ممكن تكون زي المخلوقات الارضيه لكن بتعديلات، عضلات اقوى عشان الجاذبيه، جلد سميك ومغطى بطبقه تحميه من الاشعه الشمسيه المختلفه، ممكن يكون عندهم عيون اكبر لو الاضاءه اقل من الارض، وحواس دقيقه للاستشعار خاصه لو الكوكب فيه تقلبات مناخيه. مش لازم يكونوا بشر، لكن لو في حياه ذكيه شكلهم هيعتمد جدا على بيئه الكوكب. في النهايه لسه مفيش كوكب نقدر ننقل عيشتنا فيه، لكن الرحله دي تخلينا نقدر كوكبنا ونحلم بالمستقبل يكون واسع ومليان اسرار، ومين يعرف ممكن في يوم نلاقي الكوكب اللي هنقول عليه انه ممكن يبقى بيت جديد. ما تنساش تكتب في الكومنتات لو لقيت كوكب جديد ايه اول حاجه هتعملها.